بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. النهاردة بقى جايلكم كده في فيديو جديد. هنشوفوا هنعمل ايه مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونستغفر ربنا كتير ونضغط لايك. اول حاجة كده كان عندي غسيل في الغسالة طلعته وهحط بداله الغامق. بجد انا بكره الغسيل الغامق ده، ما بيخلص. المهم حطيته كده وشغلت الغسالة عليه. الغسيل الغامق ما بحطلوش غير كلوريكس الوان. وصراحة بجيب السايب ده، وساعات لما بتبقى الميزانية تمام بجيب اللي هو العادي اللي بيبقى بتاع الشركات. المهم رحت بقى كمان كده، الجو كان حلو قوي، كنت منشرة فوق وتحت. انا عاملة الحبالة اللي فوق دي اللي هي في البلكونة من فوق. لما كانت الدنيا بتشتي في هوا جامد بخاف الحاجة تطير، ساعات كنت بنشر عليها من فوق كده على نصين. المهم كان الجو حلو النهاردة. بصوا الشمس بتروح وتيجي تروح وتيجي. المهم نشرت كده الغسيل وشلت الغسيل التاني، شلته كله وحطيته على الترابيزة قدامي. عايزة كمان ادخل من البلكونة اكون مطبقاه، وده بالفعل اللي حصل. دخلت من البلكونة وانا مطبقاه. الجو كان حلو، كنا قاعدين انا ويونس شوية كده. قعدنا شوية حلوين في البلكونة. قعدنا نلعب بقى وهو يلعب ويروح يوقع مش عارفة ايه المهم استمتع يعني بالبلكونة. ولعت التلفزيون وفضلنا قاعدين شوية كده، وفي الاخر بقى خلاص كان عايز يعني اللي هو ينام. هتشوفوه حتى وانا بطبق الغسيل كان ماسك فيا بطريقة فظيعة. كان عمال يعيط ويبص في الكروانه اللي انا بحط فيها الغسيل انا بحط ايه، وبرده كان بيعيط في الاخر خالص بقى. صراحه صعب عليا وقلت لا، حرام. انيمه واشوف ايه اللي ورايا. كمان كان جوزي كان في السوق بيجيب لي حاجات. فكمان كان النهارده كان في يعني اليوم كان مليان شغل شويه. بس بقى جيت على الاواخر ان انا ما كنتش خلاص عارفه ان انا يعني انا نيمته. دخلت شفت اللي ورايا. بعد ما شفت اللي ورايا وخلصت الحاجات اللي انا كنت عايزه اعملها، جيت بقى على الاواخر عملت الاكل. خلاص صح هو تاني. ما كنتش عارفه ان انا احط الستاند في الاخر نهائي. بس الحمد لله، ربنا يعين كل من كان يا رب، يدي كل واحد على قد نيته، اللهم امين. هخلص بقى كده واروح كمان اشيله في الدولاب. المهم في حاجة كده كنت عايزة اقول لكم عليها. جماعة انا عايزة اعرفكم بس على نفسي. في ناس جديدة بتخش لي القناة ممكن تكون بس بيختلط عليها الامر. انا اسمي لمياء من اسكندرية، عندي 33 سنة. متجوزة بقالي سنتين بس. عندي طفل واحد، ما عنديش عيال كتير، هو طفل واحد اسمه يونس. بس عشان في كام حد كده او واحدة دخلت في الكومنتات اختلط عيني عليها الامر، ف بتحسبني حد تاني. انا اسمي لمياء، عندي يونس فقط لا غير. وشرفتيني ووجودكم كلكم، كل اللي بيدخل جديد منوريني في القناة، ووجودكم على راسي من فوق. المهم بقى هندخل في اوضه النوم كده. طبعا اوضه النوم كان حالها لا يسر عدو ولا حبيب. اوضه النوم كانت متبهدله من اخر روتين عملتها معاكم. انا ما جيتش جنب اوضه النوم. هتقولوا لي ايه السبب؟ هقول لكم ما اعرفش، مشغوله بره. وباجي كل يوم هقول هعملها. ف بيجي عليا الليل خلاص اللي هو انا مش قادره. المهم رحت شلت كده كل الغسيل اللي انا كنت مطبقه. ما شاء الله كانوا كروانتين غسيل. السبت بتاع اول امبارح بتاع الفيديو اللي انا كان الغسيل في اوضه يونس دخلت الاوضه. والغسيل اللي هو كان بتاع النهارده برضو كنت حطاه كده بالكروان على السرير. ففضلت ان انا اشيل ولا ربع يعني ساعه بشيل غسيل.
بس يعني ايه، انجزت الاوضه ان كان يونس نايم الحمد لله، يعني جه على الاواخر صحى وانا بكنس الارض. طبعا في عاده مدوخني فيها، مش عارفه ليه بيعمل كده، كل الاطفال بتبقى كده ولا ايه؟ المهم انا بحط له اللبن في الببرونه بتاعته، ساعات بحط له في اللبن بسكوت. ف بعد ما بيشبع الحمد لله بالهنا والشفا، بيمسك اللبن بالبسكوت يقلبه على السرير، يقلب كده الببرونه. انا ما كنتش اخده بالي مثلا ان هو خلصها او حاجه، او ساعات بكون اخده بالي ان هو خلص الببرونه خلاص، فباخد منه الببرونه. مرة تانية ساعات ما بكونش اخده بالي، او هو عشان ما شاء الله دلوقتي بيعرف يمسك الببرونة لوحده، فبسيب له الببرونة. مثلا بقوم اشوف حاجة بيعمل حاجة، بكون يعني بعمل حاجة، ارجع الاقيه كابب الببرونة باللبن في اي حتة. يعني هو المرة دي كاببها على الكومودينو، وبايديه داعك البسكوت في الازاز. انا والله ما شفته الا وانا بس داخله، يعني وانا داخله ان انا اشيل الغسيل وكده واشوف الاوضه ان انا هعملها، شفتها. فربنا يهدي يا رب. عايزه مش عارفه كل الاطفال كده ولا انا ابني بس، ما علينا. المهم بقى رحت كده شلت الملاية اللي كانت على السرير، ضفت السرير وقلبت المرتبة، عدلت المرتبة. مش عارفة ليه المراتب تقريبا من الكرتون اللي انا، عشان انا حاطه كرتونة التلاجة وكرتونة الشاشة وكرتونة الغسالة، الكراتين يعني. ف تقريبا بيزحلقوا المراتب، فمش عارفه ساعات بلاقي المراتب جايه كده وجايه كده. المهم عدلتها وحطيت البطانيه دي. البطانيه دي انا فرشاها على المرتبه ليه؟ عشان لما بيكب حاجة ما توصلش للمرتبة من تحت، لان اكتر حاجة اللبن بيعمل ريحة مش حلوة جدا. بحس كده بريحة زفارة، او بينتن اللبن، بيخلي اللبن الحاجة بتنتن. المهم انا فرشاها، عشان حد سألني قبل كده فرشة البطانية دي ليه، انا فرشاها عشان المرتبة لو قلب حاجة ما يتوصلش للمرتبة من تحت. المهم بقى هفرش طقم كده نضيف، وبحب ان انا افرش ملايتين على السرير، عشان التقومة لو بتتزحلق ولا حاجة الملاية اللي تحت دي تمسكها. المهم بقى فرشت الطقم ده، وبقالي كتير قوي ما فرشتهوش. فرشته كده وحطيته على حطيت المخدات وعدلتها، بحب اوقفها كده، وطلعت الخدديات. وفي خدديات تانية اللي هي الفايبر دي احنا بنناموا عليها، لكن الخدديات اللي انا هحطها دلوقتي دي عشان مليانة فمش بنعرف نناموا عليها، هي بس عملناها كأنها منظر. طبعا لسه بنستغطى بالبطاطين، فالبطانية دي الوحيدة اللي لسه ما غسلتهاش. فقلت كده على الاواخر خالص، لان ساعات الجو بالليل بيقلب. هروح بقى اجيب كده الجلانس، رشيته الاول على الكومودينو، قلت بس لان البسكوت اللي هو كان عامله نشف، فهعمل ايه مش عارفه هعمل ايه. وبعدين وصل لتحت. المهم كبيت كده وصلت، قلت ان هو يعني يبوش. رحت بقى على الدولاب كده ورشيت مساحه المرايات اللي في الدولاب، ورحت عليه كمان موقعه على الخشب من تحت، الخشب اللي هو موجود في الكومودينو. مسحته بقى كده وخلصته، جبت له مفرش نضيف وحطيت الاباجوره. حطيت برضو على، رحت على الكومودينو التاني برضو مسحته. الحمد لله الكومودينو ده نضيف ما فيهوش اي حاجه، يعني يونس ما بيوصلوش، لان بابا موجود من الناحيه دي على طول، فما بيجي جنب الشواحن والكلام ده بيزعله، فهو ما بيروحش هناك قوي يعني. المهم بقى كمان رحت على السراحة كده، شلت المفرش بتاع السراحة، لان المفرش فيه زي متحدد كده وفيه فتحات، فبيدخل صبعه في الفتحات، في كل شوية يشدلي المفرش وكده، فبخاف ان الحاجة تقع عليه. فمسحت المرايات وغيرت المفرش، حطيت المفارش دي صغيرة كده انا عاملاها، حطيتها وقلت ايه ارص الحاجة. برضو مسحت الخشب من الجناب وخليت الأوضة زي الفل. صراحة انا الجمعة اللي فاتت كنت شايلة السجاد ومسحة الارض مسحة كويسة، فانا مرضيش المرة دي ان انا اشيل يعني
السجاد قلت بس اكنس من تحتيه، كنست من تحتيه، لميت طبعا كل اللي كان في الارض، بكل شويه بيقلب لي الباسكت، كل اللي كان في الارض ده بس كان ورق مش حاجه يعني. بيقلب لي الباسكت وكده، فكنست بس الارض، وكنست طبعا شلت كده من تحت السجاد وخليت الارض زي الفل. رحت بقى كده خلصت الحمد لله. ندخل على المطبخ. انا مش هجيب المطبخ معاكم وانا بعمله لان انا كنت فعلا خلاص، هو في الوقت ده كان صحى. حطيت بقى كده بصوا، كان جوزي كان جايب لي حاجات عايزه تتحط في التلاجة، وكنت هنا بشوي بتنجان على النار. في حلل عايز تتغسل، في مواعين نضيفة عايزة تتشال، السمك كان عايز لسه يتنضف. هروح انا بقى اخلص كل ده وهوريكم انا عملت ايه. انا اخدت وقت بس الحمد لله. كمان رصيت الحاجة كمان في التلاجة ومسحت التلاجة الحمد لله. المهم غسلت المواعين كده، خليت خلاص كله تمام، الحوض تمام، وقصيت السمك ونضفته ورش عليه ملح. انا بحب لما بنضف السمك بعد ما بخلص ارش عليه ملح عشان اللحم يبقى يكون فيه ملح شويه. ودي الحاجه اللي كان جايبها لي: بطاطس، فلفل، جزر، خيار، ليمون. حطيت بقى كل ده، كانتالوب، حطيت كل ده خلاص في التلاجة ومسحت التلاجة قبل طبعا ما بحطها. رحت كمان بقى بالمرة وانا واقفة قليت البتنجان وعملت البصل للرز، والحمد لله المواعين كله تمام. هروح بقى كده كمان قشرت البتنجان وحطيت عليه طحينة، شوية بقدونس، شوية ملح، وشوية كزبرة، ودقة الفلفل وهرسة الشطة وشوية خل، وقلبت كل الكلام ده مع بعض وبقى احلى بابا غنون، كان طعمه حلو جدا. رحت كمان حضرت اللي هي انا يعني التوم ده انا دقاه وبالفلفل هرساه كده، ضرباه في الكبة توم وفلفل اللي هو هرسة الشطة، وبسيبه جاهز في التلاجة. بس بحطه اهم حاجة في حاجة ازاز، وبحط عليه شوية زيت بيبقى تحفة. حطاه على طول بيبقى جاهز عندي. المهم حطيت شوية معلقتين كده من هرسة الشطة وشوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وشوية ملح، وحشيت السمك. صراحة النهاردة ما عملتش تتبيلات بقى، ولا كنت فعلا اللي هو خلاص. المهم بقى حطيت كده شوية دي، حتى ما حطيتش للسمك نشا. حطيت بقى كده شوية دقيق بس، ولا ملح بقى ولا حاجة، هو دقيق فقط. وحطيت نص ليمونة كده في الزيت عشان ريحة القلي، وهقلي السمك. هنا بقى كنت عاملة شوية رز بس كده ابيض، مش حابة ان انا اعمل رز البصل ده، مش عارفة ليه مش حابة اكله والكلام ده. حطيت رز كده عملت رز ليا ويونس ابيض، عشان يونس برضو ما بياكلش الرز الغامق اللي هو البصل. هنعمل بقى كده تتبيلة الجندفلي. الجندفلي ده النوع منه ده فيه بيبقى رملة من رملة البحر، فانا حاطه عليه غسلاه طبعا كم مرة، وحط عليه ميه سخنه. الميه السخنه هتخليه يفتح. كمان عملت له بقى ايه، قطعت له بصل طماطميه واحده بس عشان الطماطم غاليه. بصوا يعني بنحاول نقتصد لان الطماطم بقت يعني غاليه جدا جدا. المهم بقى كده حطيته في اللي هو الطاسه دي الكبيره، ونزلت عليه ب معلقتين من هرسة الشطة اللي انا كنت عاملاها بالكمون والثوم والكلام ده، وهعصر عصرة ليمونة وهقلبه كويس جدا. هو هيفتح لوحده وهينزل المية كمان اللي فيه. المهم بقى ده برضو بقى ايه التتبيلة اللي كانت معايا، حطيت عليها شوية خل، حطيتها كده على البتنجان وحطيتها على السمك. وده كان غدانا اليوم بجد تحفة. وادعولي ان انا فعلا بتعب كتير جدا جدا، التصوير بيرهقني. هنا بقى كده وصلنا نهاية الفيديو. يا رب اشوف الفيديو يعجبكم. مع السلامة.